السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ تخيل معاك كده يا صديقي معركة تكون سبب في نهاية قائد من أعظم القادة في التاريخ، معركة أسباب هزيمته فيها غريبة والتحالفات اللي كانت عليه كانت فعلا كتيرة. بقول شعر أنا يا صديقي. المهم القائد ده ما كانش قائد عادي، ده كان بيحرك الجيوش ولا كأنه بيلعب شطرنج. بس هنعمل ايه؟ دوام الحال من المحال. يلا بينا نتعرف يا صديقي على معركة واترلو الشهيرة ونتعرف على القائد اللي انهزم فيها. أول حاجة يا صديقي، القائد اللي انهزم في المعركة دي كان هو نابليون بونابرت، قائد المستين في 70. الراجل اعوذ بالله، بس الصراحه صديقي كان ذكي وكان جنرال معلم ودوخ الأوروبيين كتير لحد ما في الآخر قدروا عليه. بتبدأ الحكاية لما عاد نابليون من المنفى وحب ينتقم فبلجيكا في قرية اسمها واترلو، قرية يا صديقي، قرية اسمها واترلو. 18 يونيو سنة 1815 وقعت هذه المعركة، كانت بين الفرنسيين بقيادة نابليون والتحالف بقيادة الدوق ويلينغتون. نابليون حب يخلص على الجيش ده بسرعة قبل ما يجي لهم الدعم، بس هنا حصلت مشكلة كبيرة لو انت سمعتها من بعيد تقول عليها دي حاجة ملهاش لازمة، وهي المطر يا صديقي. المطره نزلت على معسكر نابليون وغرقته وخلته في الوحل، المدافع ما عرفتش تتحرك ونابليون يا عيني لحوس بطين، كان شكله مسخره مع اني ما شفتوش يا صديقي. المهم الطين ساعدت ان نابليون يتاخر شويه او شويتين او ثلاثه عن بدء المعركه لحد ما وصل الدعم البروسي للجيش البريطاني ونفخوا نابليون، حطوا عليه لدرجه ان هو بعد المعركه دي عيطوا عليه وسابهم راح نفى في جزيره لحد ما مات بحصيلته يا عيني. احسن برضه والله فرحان فيه من قائد ابن لذينه، جاي هنا حمله في مصر وضرب الازهر ودخل الازهر بالحصنه وضربنا بالمدافع ابن اللذينه. لو عاوزين نعمل لكم حلقه عن حمله فرنسيه قولي لي بس في تعليقات. المهم زي ما انت عارف يا صديقي ان احنا بنقرا التاريخ عشان ناخد منه العبر، صح ولا لا؟ صح. يبقى ناخد من المعركه دي كذا عبره. اول حاجه، ما تستقلش بحاجه صغيره يا صديقي، اوعى تقول دي حاجه سهله، اوعى تقول دي حاجه ما ملاش لازمه. كل حاجه مهمه يا صديقي، مهما صغرت او مهما كبرت هي مهمه وهتفرق معاك، وممكن الحاجه اللي انت بتقول عليها صغيره دي هي اللي تكون سبب في نجاحك او سبب في فشلك. ممكن الحسنه اللي انت بتعملها ومش واخد بالك منها يا صديقي تكون سبب في دخولك الجنه، وممكن السيئه اللي بتعملها مش واخد بالك منها يا عم بنتساهر بنتسلى دي كدبه بيضه مش عارف ايه ممكن تدخلك النار يا صديقي. تاني حاجة، ما تتغرش بنفسك يا صديقي، ما تقولش انا جامد انا معلم انا وحش مش عارف ايه انت دام نفسك زروك ولا ايه؟ انت بشر فما تتغرش يا صديقي. ايوه خلي عندك وثق في امكانياتك بس اوعى تتغر. فرق بين الثقة والغرور شعر يا صديقي، خلي بالك وهتحرقها يا صديقي اوعى. تالت حاجة نستفادها من القصة دي يا صديقي واللي ممكن كتير ما ياخدش باله منها ويقولوا اللي جاب اللي جاب، بس احنا هنا في وسيلة الوعي بنربط لك بين الاشياء، وهي ان ممكن ربنا يسبب لك اسباب تخليك تنجح تخليك تنتصر. فخلى الطين سبب في هزيمة نابليون وانتصار الحلفاء، فانت برضو ممكن لما تجتهد وتسعى ربنا يديك الاجر بتاعك. ممكن كتير ما ياخدش باله من النقطه دي بس انا هنا عشان ناخد بالي يا صديقي. ونوصل لسؤال الحلقه يا صديقي، اين تقع قرية ايه قرية اللي انا معلقها يا صديقي النبي؟ اين تقع قريه واترلو؟ ركز في الفيديو يا صديقي وتعرف الاجابه. وبس كده يا صديقي عشان ما اطولش عليك، الله بقى زي الله انكم هموم وشرحنا لكم صدور وصداقاتنا وقاتكم فانه هو الحي القيوم ويعلم ان فيه يحبكم فانه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله، كان من خطأ فمني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.